السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل طريقة بيض حلوة قوي، طريقة البيض التركي. طبعا طريقة سهلة وبسيطة وحلوة قوي، تنفع طبعا فطار او عشاء. فطبعا الطريقة دي حلوة قوي. معايا البصلتين دول، معايا حبتين الطماطم دول، 3 حبات طماطم وقرنين فلفل، قرنين شطة طبعا. لو انت عاوزة شطة حطي، فلفل حطي، احنا هنا بنحب الشطة الحامية شوية. معايا الحبتين الطماطم دول، هخرطهم، مش هضربهم في كبة كده ولا اي حاجة، خرطهم زي ما انتوا شايفين كده، قطع صغيرة خالص زي السلطة. طبعا طريقة البيض دي سهلة وبسيطة وحلوة قوي، يعني تقدري تسلقي البيض وتعملي بكل سهولة. انا هنا البيض بتاعي كان جاهز ومسلوق. خرطت هنا تقطيع طماطم، معايا البصلتين الحلوين دول هخرطهم رخرين، مكعبات صغيرة خالص، بصلتين 2. لو انت حابة تكتري عن كده، بس هو كده بصلتين معقول قوي وحلوة. كده خلصت تقطيع البصل، حطيت بقع الزيت وقطعة سمنة كده. لو انت حابة تعمليها بزيت بس اعمليها، لو حابة تعمليها بسمنة بس اعمليها، لكن لما تدمجي الاتنين مع بعض كده بتبقى حلوة قوي. شوية الزيت مع حتة السمنة، وضفت البصل. هخلي البصلة كده تاخد معايا، تتبل وتاخد اللون الحلو. نزلت بمعلقة ملح، هتبلها، خلاها حمرا. وحطيت عليها قرون الشطة، قرنين الشطة بتوعي، هدمجهم في بعض. هنا البصلية بتاعتي خدت لون حلو قوي وجميل. وهنا الطماطم برضو، حطيت هنا الطماطم ضفتها رخرة بعد ما البصلية خدت اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. ربع معلقة بابريكا، ربع معلقة كزبرة، ربع معلقة فلفل. هسيبها بقى تاخد وتيجي مع بعضها كده لحد ما تندمج في بعضها حلو قوي، وتصرب كده الصلصة الحلوة دي، تعمل لي اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هنا انت سلقه البيض بتاعك ومجهزاه، ده بيض مسلوق عادي خالص زي اي بيض مسلوق، وبتقطعيه كده قطعتين حسب ما انت عاوزه بقى. عاوزه تعملي 4 بيضات اعملي، عاوزه تعملي 5 اعملي، حسب ما انت مقدرتك ما هتاكلي. البيض تفتحيه نصين كده. انا شايفه ان الطريقه دي احسن ما تقطعيه نصين، الناحيه التانية كده احسن. هرصه بقى زي ما انتوا شايفين كده في الصلصه بتاعتي الجميله دي. دي بيض تركي جميل قوي قوي وطعمه حلو قوي. جربي الطريقة على فكرة هتعجبك قوي. ولو عندك بقى سن بابريكا كده بسيطة خالص، شايفين اللون بتاعه عامل ازاي؟ جميل قوي، ده غير الطعم بقى لما تدوقوه. عندك بقى جبنة موزاريلا حطي، عندك جبنة شيدر حطي، اي جبنة عندك حطي، جبنة رومي حطي. انا كان هنا عندي جبنة موزاريلا، بس للأسف ما طلعتش بتسيح قوي. غطيتها بقى 5 دقايق وتدفى عليها، توصل معاكي للون الحلو ده. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس